في كواليس السياسة الكروية الإفريقية لا تحسم المعارك فقط على المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى دهاليز المؤتمرات وكواليس التحالفات بين القاهرة والجزائر وبين الحسابات والمصالح. تجدد الاتقاء في موتسيبي وحافظ المغرب على نفوذه، بينما حاولت الجزائر قلب الموازين في اللحظات الأخيرة. فكيف دارت الأحداث وما كواليس الصراع الخفي داخل أروقة الكاف؟ شهدت العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء الماضي تأكيد استمرار باتريس موتسيبي على رأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعدما تم تجديد الثقة فيه لولاية تمتد حتى مارس 2029 دون أن يواجه أي منافسة خلال المؤتمر الاستثنائي للكاف. في المقابل، حافظ فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على موقعه كممثل للكاف داخل الفيفا في خطوة كانت متوقعة، لكن خلف الكواليس لم تغب التحركات الجزائرية، حيث حاول ممثلوها البحث عن تحالفات في اللحظات الأخيرة وسط نشاط مكثف لسفاراتهم ووزاراتهم المختلفة، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما حدث سابقا بأديس أبابا خلال مؤتمر الاتحاد الإفريقي مع اختلاف التفاصيل. فبدل الحقائب المحملة بالأموال ثم اللجوء إلى طرف تشيك سريع التمرير، وسعت الجزائر لتأليب الرأي ضد المغرب مدعية تأخره في التحضير لاستضافة كأس إفريقيا، كما حاولت استدعاء حفيد نيلسون مانديلا المعتاد على هذه المهام، لكن الأخير كان غائبا هذه المرة بسبب منعه من مغادرة جوهانسبورغ على خلفية قضايا سارقة. ورغم ذلك وعد بإرسال بديل لإلقاء خطاب مشحون بالمواقف الجزائرية ورائحة الغاز. على الجانب الآخر، تعرض رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي لضغوط إعلامية داخل بلاده، حيث تم دفعه إلى البحث عن أي منفذ لحجز مقعد في أجهزة الكاف لتجنب بقاء الجزائر مجرد متفرج ومصفق. غير أن الحسابات الجزائرية اصطدمت بالواقع، إذ أن قرب موتسيبي من الجزائر لم يكن كافيا لضمان موطئ قدم قوي في الكاف، تماما كما حدث مع الرئيس الجزائري السابق للاتحاد جهيد سفيزف الذي خسر سباق عضوية الكونفدرالية أمام الليبي عبد الحكيم الشلماني، ما أدى إلى إقالته سريعا كما يقال عن المدربين بعد سلسلة من الهزائم. حاول النظام الجزائري تدارك الوضع عبر دعم صادي بتمويلات ضخمة، ودفعه لخوض معركة شرسة ضد المغرب وصلت حد المطالبة بنقل مقر الكاف من القاهرة إلى الجزائر وتقليص عدد المغاربة داخل اللجان الدائمة. لكن الواقع كشف أن المغرب بات عقبة يصعب تجاوزها بالنسبة للكرة الجزائرية، فحضور المغرب داخل أجهزة الكاف بات مؤثرا، حيث يتجاوز عدد المغاربة في مراكز القرار 10 أشخاص بين مسؤولين رئيسيين ومستشارين. وعلى مستوى الإعلام، يتمتع المغرب بنفوذ قوي عبر صحفيين يشغلون مهام موسمية داخل الكاف، مما يعكس نجاح المغرب في فهم أهمية التواجد في مراكز القرار، خلافا لاستراتيجية الكرسي الفارغ التي تجعل صاحبه تحت رحمة من لا يملك رؤية واضحة. التاريخ يعيد نفسه، ففي عام 1988 كان المغرب وراء دعم عيسى حياته لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلفا للإثيوبي تيسيما، حيث تم الاحتفال بفوزه في منزل عبد اللطيف السملالي وزير الرياضة المغربي آنذاك. لكن مع مرور الزمن انقلب حياته على المغرب ورفع ضده قضية أمام المحكمة الرياضية الدولية بسبب أزمة إيبولا. أما اليوم فقد اختفى عيسى حياته وغاب أحمد عن المشهد، وودع سفيزف الساحة، ووقع حفيد مانديلا في فخ المتاعب القضائية. لكن كرة القدم لا تزال تدور، وكأنها تعاند الجميع، غير مكترثة بمن يسقط أو من ينهض.